تخيل تبقى خارج مع أصحابك وطبعًا أنت شخص كاريزما، بس لقيت إن هُم ساكتين، فجه في دماغك نكتة، بس للأسف يعني النكتة دي صعبة الصراحة، فقُلت أدّيها واحدة no risk no fun وأقول النكتة، بس للأسف ما حدش ضحك عليها، ولقيت نفسك بعد ما روّحت البيت دخلت الأوضة ورُحت ماسك كُرباج ومستعد لجلسة كاملة من جلد الذات، وخلاص قربت تخلّص الجلسة تلاقي عقلك بيقول لك في إيه يا عم أنت نسيت من أسبوع لمّا صاحبك قال لك خلّي بالك وأنت ما خلّيتش بالك، بقى ده كلام يعني؟ وتقعد تجلد ذاتك طول اليوم. بكل بساطة جلد الذات هو عبارة عن مواقف بتحصل في حياتك وأنت رديت رد غلط أو بتندم على حاجة حصلت في الموقف ده. ليها أمثلة كتير جدًا زي مثلًا إنك تكون رديت رد غلط، مثلًا رديت رد بايخ أو حد قال لك حاجة وأنت رديت عليها بتوتر، بعدها تروح البيت تفتكر الرد وتعيده في دماغك ييجي 37 مرة مثلًا. موقف كمان لما مثلا تكون أجبت إجابة غلط في الدرس أو الجامعة، مرة مدرس سألك سؤال وأنت رديت بثقة وبس في الآخر يعني طلعت الإجابة غلط، ومن ساعتها وأنت مصمم إنك ممنوع تتكلم تاني رغم إن المدرسة كلها نسيت الموقف بس أنت لسه فاكرها لحد اللحظة. ساعات بتبقى مواقف بسيطة، مثلا حد قال لك شكرا وأنت رديت عليه وأنت طيب، صحيح رد غريب الصراحة بس تفضل 3 أيام تفكر إزاي أنا قلت له كده. دماغك لما بيحصل أي موقف من دول تلاقي مرة واحدة بتقول لك تم تسجيل خطأ اجتماعي، جر تفعيل وضع جلد الذات. تيجي بقى دماغك وأنت نايم تفتكر المواقف دي، موقف حصل من 8 سنين مع موقف حصل من 4 سنين، موقف لسه حاصل لك امبارح، تقوم جاي مجمعة لك المواقف دي كلها وتفتكرها وأنت نايم، وتقوم قاعد وتلوم نفسك على موقف حصل من 8 سنين مثلا. ده سببه إيه ده كله؟ أو ليه إحنا بنجلد نفسنا بالشكل ده؟ ليه بنحول أي غلطة لمحكمة؟ وليه بنعمل من نفسنا المتهم والمحامي والقاضي والجلاد؟ قال لك إن الحاجات دي كلها ليها أسباب. رقم واحد لأننا متعودين إن إحنا ننتقد نفسنا أكتر من تقديرها. من وإحنا صغيرين دايما بنسمع ركز، غلط، خدت كام، ليه عملت كده، لكن مش كتير بتسمع شاطر وكويس وحصل خير والمهم اتعلم. فكبرنا وصوت اللوم في دماغنا عالي وصوت التشجيع واطي. رقم اتنين عشان بنخاف نغلط. الغلط بالنسبة لبعضنا مش تجربة، الغلط بيكون عقاب. كل ما نعمل غلط نحس ان في حد هيحاسبنا حتى لو مفيش حد، احنا اللي بنحاسب نفسنا. رقم تلاتة ان احنا بنخلط بين معنيين مهمين جدا وهما الضمير والجلد. طبعا في اختلاف كبير جدا بينهم، الجلد ده بيكسرك لكن الضمير بيعلمك. رقم أربعة لأنك دايما حاسس نفسك قليل. ناس كتير بتجلد نفسها لأنها مقتنعة إنها أقل من غيرها، أقل ذكاء أو أقل قيمة أو أقل إنها تعمل أي حاجة أصلا، وده في حد ذاته ظلم كبير لنفسك. تعال نبص للموضوع من ناحية أهم، هل ربنا طلب مننا الجلد ولا طلب مننا حاجة تانية خالص؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى مش بيطلب منك تبقى ملاك، مش بيطلب منك ما تغلطش، بالعكس ربنا بيقولك إنك تغلط وترجع وهيسامحك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ربنا سبحانه وتعالى قال يقبل، مش يعاقب ولا يحاكم. ربنا بيستقبلك حتى لو انت رافض نفسك. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل الناس بتغلط وكلنا عندنا حاجة نندم عليها، لكن الفرق الحقيقي مش انك تغلط، الفرق انك ترجع. ازاي بقى المواقف اللي انا غلطت فيها او ندمان ان انا عملتها، ازاي بقى اتعامل مع غلطي؟ لما تعمل حاجة غلط لازم تركز على الخطوات دي، بدل ما تقول انا انسان مش كويس وانا فاشل والكلام دوت. ممكن تقول انا غلطت بس هصلح. لازم تعترف بالغلط الاول وشوف انت اتعلمت ايه من الموقف ده. انت غلطت في موقف ما، تقدر ان انت تعتذر او تبعت رسالة قالوا لك غلط قول حصل خير مش هتتكرر تاني.
بدل ما تلوم نفسك وترجع البيت وتقفل الباب وتجيب الكرباج تاني. ادي لنفسك فرصة جديدة، اتعلم من المواقف السابقة وابدأ استخدمها انك ما تعملهاش تاني، وافتكر ان جلد الذات ده مش توبة. التوبة معناها رجوع، لكن جلد الذات ده توقف. في المرة الجاية لما تلاقي نفسك بتجلد ذاتك، اقف، خد نفس، اسأل نفسك انا بعاقب نفسي ولا بحاول ابقى احسن، والفرق بينهم كبير جدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا بيسامح، بس انت لازم تتعلم تسامح نفسك. بس كده، سلام.